عشان تعرف الفرق بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، اللي الإعلام لحد دلوقتي بيقول جمهور الزمالك أسطوري بعد الخسارة 3 بُص بيشجعوا بُص بيعملوا، إنما جمهور الأهلي شاطرين، شاطرين. طب أنا عايز أسألك سؤال، هات لي أي واحد من جمهور الزمالك أشاد بالأهلي في أي موسم من المواسم اللي بيكسب فيه الدوري وبيكسب فيه الكاس وبيكسب فيه أفريقيا وبيكسب فيه كل حاجة، هات لي واحد منهم قال إن الأهلي يستحق يكسب ده، مش هتلاقي، هتلاقي كله بيقول لك إيه، بيكسب بالحكام، ومقولتهم الشهيرة 14 دوري حلال أحسن من 45 حرام. إنما جمهور الأهلي بقى رغم إنه كان حاطط آمال على الموسم ده، ورغم إنه اتصدم من اللي حصل في الموسم ده، ورغم اللي اتحاد الكرة عمله، ورغم لجنة الحكام اللي عملته، ورغم الظلم اللي اتعرضنا له، بس هتلاقي كل الأهلاوية بيقولوا إيه؟ الزمالك عمل موسم جامد ويستحق يكسب الدوري، ليه؟ عشان جمهور الأهلي يا صديقي فاهم في الكورة، جمهور الزمالك لو فاهم كورة ما كانش طلّع إن ال45 دوري حرام، إيه يا عم ما فيش دوري واحد كسبناه بعرقنا وجهدنا، وعشان تعرف يا صديقي إن أحسن حاجة في الزملكاوية إن هُم بيقولوا حاجة حتى لو مش صح، بس بيفضلوا يكرروها، يكرروها، يكرروها لحد ما تبقى خلاص من المسلمات، حتى لو هي غلط، يعني قال لك في أول موسم فريق المليارات، مع إن ترانسفير ماركت جايب إن هُم شاريين صفقات أغلى مننا بحوالي 600.000 يورو، بس لأ، الأهلي هو الفريق المليارات وإحنا غلابة، إحنا ما بندفعش، أنا مالي إنك ما تدفعش، أنا ليّا في العقد اللي مكتوب، لمّا قالوا لك إن بزيرة ب$600,000 والنادي بتاعه نزّل إن هو ب1,800,000 $، قال لك لأ النادي غلط، يا شيخ، ده غير إن هُم قعدوا يقولوا إن إحنا بنكسب بالحكام، ولمّا جِبنا حكام أجانب ما رضوش، كانوا عايزين المصري ومتمسكين بالمصري، مع إنك المفروض أهو يا عم ده أنا باجيب لك حكام أجنبي عشان العدالة اللي أنت بتقول عليها، فيا صديقي جمهور الأهلي هو اللي فاهم في الكورة، سلام.